السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. هاد الخبز اللي شفتوه كامل في ستوري وطلبتوا مني الوصفه، قلتوا لي ايمان ديريها لنا. راني درته لكم. يعني هاد الخبز روعه روعه، جاي سميد وفارينه، يطيب في الكوشه من اروع ما يكون، ودرته لكم بشرح مفصل. معناتها اللي عمرها لا دارت الخبز ولا اللي ما ينجحش معها المطلوع رايحه يعني تنجح في هاد الوصفة. درته لكم بمقادير جد مضبوطة، مام كمية الماء يعني مضبوطة، ودرت لكم كمية قليلة، يعني قيس خبزة واحدة مقادير قليلة هكذا باش كي تجربوا كمية قليلة. شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يعني شوفوا هذاك اللون كيفاش يجيكم، هذاك اللون الذهبي يجي بزاف بنين، يعني من اروع ما يكون. صلوا وسلموا معايا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. كيما شفتوا هنايا درت كاس سميد وكاس فرينة، سميد رطب، سميد رطب. عندي 2 مغارف صغار تاع قهوة حليب خميرة، زوج مغارف صغار زيت، انا درت زيت زيتون، ديروا نتوما الزيت اللي حبيتو. وعندي مغرف صغيره ملح ونص مغرف صغيره تاع سكر، هذا ما كان. نخلط المكونات مليح مع بعض، ودوك نزيد نكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وعندي هنايا كاس تاع ماء يكون دافي، نفس الكاس تكيلو به السميد والفرينه، كيلو به الماء، يعني السميد والفرينه معمرين وممسوحين، والماء كيف كيف. هنايا نبدا نشمخ في لاباط تاعي. انا الماء ما نديروش كامل دفعه واحده، هنايا نسيي نتحصل على عجينه تكون طريه في نفس الوقت حاكمه روحها. هذيك الكميه تاع الماء اللي قدي تبقى رايحه نضيفها من بعد. بين قوسين اللي تحب دير في البيتخان ديرو في البيتخان، انا جينيرالمون نديرو في البيتخان هذا الخبز. بصح على جال متتبعاتي الوفيات كاين بزاف اللي ما عندهمش بيتخان، قلت نديره لكم هكايا بيدي. فوالا شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها. هنايا لازم ندلكها شويه، رايحه نغطيها بطرشونه باش تجيني سهله، ونخليها مده 5 دقائق ولا ميم با تلق روحها بك العجينه. وشوفوا كيفاش راهي، ما راهي يابسه ما راهي بزاف طريه، باش تجيني سهله في العجين. حبطتها فوق سطح العمل، انا ما نحبش نعجن في الجفنه، ما نكذبش عليكم. وما الفا يعني ندير يعني كميه اكثر من هكذا. دونك كي جات صغيره شغل ما عرفتش ماشي ما عرفت شغل شتو كي تحكموا عجينه بزاف صغيره وتجيو تعجنوها كيفاش تجيكم بيزاغ شويه. دونك هكايا بهذه الطريقه عركوها هكذا شويه مده 2 دقائق، باسكو فيها السميد، وكي يكون السميد العجينه لازم ندخلو فيها يدنا، سينو روحوا ديروا هذيك الطريقه تاع يعني ديروا كامل الماء دفعه واحده، وديروها في غيسيبيون تبداو تخبطوا فيها في باسينه. مي انا يدي توجعني ما نقدرش نستعمل هذيك الطريقه، ما نكذبش عليكم. انا سواء نديرها في البيتخان سواء نعجنها هكا بيدي 2 دقائق 3 دقائق برك، هذا ما كان حتى تولي لاباط هذيك ليس، ومن بعد تحسوها شغل ترتق هكا في يدكم. ودوكا راني نضيف لها في كميه الماء اللي بقات، لازم نكمل كامل هذاك الماء، وما ديروش دفعه واحده، ديروا بشويه على 2 دفعات ولا 3، خليه يشرب هذاك السميد، يعني يتشرب كامل كميه الماء تدخل مع السميد. لازم هاد الخبز لازم لاباط تجي بزاف طريه باش يجيكم خفيف، وتشوفوا كيبات اون ديري هذا وين طاب، مام كيبات يقعد هكاك جديد. هاد الخبز ماشي كيما الخبز هذاك تاع الفارينه تاع الباسينه اللي خبطوه، هذا يجي بالسميد ولازم تدخلوا فيه يدكم، يعني كان درتو فارينه ما رانيش رايحه كامل نتوشيه بيدي. ما تخافوهاش الا شتوها شغل هكا تحرحرت عادي، ديجا علاش عجناها باش تطلق العلك، وكي تطلق العلك تولي ما تلصقش. شوفوا قد ما تولي جاريه ما تلتصق لكمش في يدكم، انا سي نورمال باسكو يديا فيهم العجين ديجا، مي لو كان تغسلوا يدكم وتجو تمسوها ما راهيش رايحه تلصق في يدكم. شوفوا العجينه كيفاش راهي معلكه، ما تخافوها ما والو. الا ما عرفتوش ترفدوها روحوا شمخوا يدكم بالماء ورفدوها، ولا تحبوا ديروها جاريه ديريكتومون وتخبطوها بهذه الطريقه، تقعدوا تخبطوا فيها. شوفوا هكذايا، انا ما نقدرش نخبط العجينه ما نكذبش عليكم، عندي يدي تقتلني توجعني هنايا في ليبول، دونك ما نقدرش، ديجا هكا 2 خبطات وجعتني يدي. يعني هذه هي
اسهل طريقه. انا جبت الماء برك باش نشمخ يدي. شوفوا نشمخ يدي ونرفدها عادي هكذايا، نلمها ونحطها تخمر. وشوفوا العجينه قد ما تكون جاريه قد ما تخمر بالخف. طميت هذاك العجين اللي قاعد لاصق في البلان دو طرافاي ما رميتوش، نيتوايت البلان دو طرافاي تاعي. نعاود نخلط العجينه تاعي مع هذاك العجين اللي ضفتو باسكو راهو جاري. شوفوا كيفاش ماهيش تلصق في يدي، وشوفوا شحال راهي جاريه، راهي طريه. فوالا هنايا نسقمها هكذايا. نغلفها بكيس ولا فيلم غذائي وغطوها بطرشونه وخليوها تخمر. يعني لازم تخمر مليح حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنايا ما راهيش تطلع لي، ما راهيش راح تطلع حتى الفوق بيان سور باسكو العجينه صغيره. درت لكم قيس خبزه كبيره. يعني شوفوا كيفاش راهي منبله كيفاش خمرت. دائما حطوا كاس ماء دافي قدامكم، حبطوا لاباط بهذه الطريقه. هنايا يعني كي تشوفوا لاباط هكا عرفوا باللي الخبز تاعكم راح يجي ناجح. هنا تحبوا ديروها خبزه كبيره ولا تحبوا تقسموها على زوج وديروا زوج خبزات صغار. نوريكم بلي ماهيش تلصق في يدي. هنا نجيب شويه سميد رطب، من الاحسن يكون رطب باش ما يجيش يعني يغزغز هكايا في الفم ويجي حرش. ونحطها مباشره في السميد بلا ما تديروا لها الماء بلا ما ديروا لها والو، ديجا طريه دوك يلصق فيها. نديرها نرمدها مليح في السميد. وكي تجي يعني ترفدوها سيو نفضوها شويه، يعني هذاك السميد اللي زايد باش يتنحى، ولازم تكون مغلفه بيان بالسميد. نجيب سنيوه. هنا لا عندكم ورق الطهي ديروا، ما عندكمش ديروها ديريكتومون في السنيوه بلا حتى حاجه ماهيش رايحه تلصق معاكم. من في الجوانب يعني ديروا لها السميد. انا عاود درت لها شويه في الجوانب شوفوا. ونحطها ونحلها ما تحلوهاش خشينه بزاف وماشي بزاف رقيقه. يعني قد ما ترقوها قد ما راهي رايحه تجيكم خفيفه. شوفوا كيفاش راهي منبله وتتحل بكل سهوله. شوفوا هنا كي ديروا لها السميد ما راهيش رايحه كامل تلتصق. وإلا هنايا حسيتوها تلصق شويه في يدكم كي راكم تحلوا فيها زيدوا ضيفوا لها من الفوق على الوجه رشه خفيفه تاع السميد. ديروا سميد وحده وما ديروش سميد وفارينه. انا كي ندير لي غراتان يعني اون جينيرال سورتو لي غراتان هذوك اللي يجوا مشمخين هكذايا توجور ندير معاهم هذا الخبز، سورتو الغراتان تاع الباذنجان كما اللي شاركت معكم لا ديرنيير فوا. هنا غطيتها وخليتها خمرت، يعني قعدت واحد من 4 ساعة حتى ل20 دقيقة قبل ما تطيبوها. خليوها تخمر تريح، من بعد دخلوها للفرن اللي تكونوا مسخنين وديجا واحد 20 مينوت على اعلى درجة. لازم الفرن تاعكم يكون على اعلى درجة. ديروها في الوسط باش ما تتحرقش من الفوق. وهنايا كي تشوفوها طلعت وحمارت من الفوق يعني هذا هو السر، اللون الذهبي. وتانيك سر البنة والطراوة تاع الخبز لازم تكون طيبة برك مازالها بيضة من الفوق. لو كان تخرجوها وهي طرية هنا راهي يابسة راهي رايحة تحبط معاكم. شتو من التحت راهي طيبة مازال نشعلها غير شوية من الفوق باش تحمر. دهنت الوجه تاعها بالزبدة ولا بالمارغرين كيما حبيتو، دهنة خفيفة برك ودخلوها للفرن وشعلوا لها من الفوق وخليوها تتحمر وخرجوها. هي من الاحسن لو كانت تخليوها حتى تبدا تحمر. انا خلي يعني قبل ما بدات تحمر خرجتها. نتوما خليوها حتى تبدا يعني تتحمر من الفوق. ديروا هذيك العمليه. شوفوا بدون تعديل للصور بدون تعديل للفيديوهات بدون فلتر، يعني لون طبيعي 100%. شوفوا شحال جا شباب خاصه اللون. وهنا قبل ما تقدموها يعني الخبز كي يخرج سخون كما تعرفوا يكون يابس. غطيوه وخليوه 2 دقائق حتى ل5 دقائق رايحين تلقاوه ولا طري وحده. انا نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش يجي من الخبز من الداخل. يعني الفيديو هذا ما نقصت منه والو.
شوفوا كيفاش يجي من الداخل، وشوفوا كيفاش راهو سخون، والداخل يعني يجي ملحم وخفيف خفيف خفيف، يعني لواحد الدرجة ما تقدروش تصوروها. وهنا السر الخفة كامل يعني في هذاك الماء اللي درناه، لازم لاباط تكون طريه كيما بغيت لكم. شوفوا كيفاش يجي متقوب. تشربوا به قهوه، يعني ديروه للعشاء، ديروه للفطور، ديروه بالمعجون، يعني بالزبده، كيما ديروه يجي بنين، تاكلوه وحده هايل. تقدروا مام ديروه لي ساندويتش. هنايا شوفوا البنات، حبيت نقول لكم بك يدي ما فهمتش وش بيها، عندي هكا ضرابي كل ما تبرا وحده نعاود نلقى ضربه جديده وفيها حاشاكم الدم. منين راهم يجوني هذوك ضرابي ما على باليش، ما رانيش كامل نحس باللي يعني راني نجرح روحي ولا ما فهمتش. انا مام يعني ليبيلاسيون ولا ندير بلاصيغ خطره في الغره. عباكم ماني حيرة، صبت هذيك الضربة في يدي ما فهمت والو. شوفوا هنا شحال هو الطري، شوفوا كيفاش يجي خفيف. دوك نزيد نفتحه لكم من الداخل عفوا. شوفوا كيفاش يجي مقطع من الداخل، يجي ملحم ويجي يعني خفيف وفارغ. قلت لكم هذا الخبز ضربة وحده، ماذا بيا تجربوه وتخليوا لي رايكم فيه في لي كومونتير. يعني وتعمدت ندير لكم يعني مقادير قليله هكا باش كي تجربوا ده كميه قليله. يا اخي انا دائما نقول لكم كي تحبوا تجربوا وصفه دائما جربوا كميه قليله، وكي تعجبكم وتنجحوا يعني وتنجحوا فيها وتتعلموها ديروا كميه كبيره. انا درت مع غاتا، كنت درت غاتا ان شاء الله هاني حنشاركوا معكم في الفيديو الجاي. وقعد منه يعني خليته للصباح سقاو به الدراري. قعد كيما راهو درتو بك في ساشي، قعد كيما بون لازم يبرد باش ديروه في ساشي. قعد كيما راه اون ديغي هذاك وين طاب. مام هاد الكغاتان روعه 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 في البنه وبزاف ساهل. ان شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي ونقول لكم تبقاو على خير.